السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة زي العبدال، احنا جينا حي الظهر. تمام. جينا في الكنال ده لأن بالفعل مثلا فوق 3-4 سنين ولا حاجة حاجة زي كده. تمام. طبعا دي جودة رديئة طبعا، عشان فكرة إن أنت تفك التانك وتعدلها أو فكرة الديل بتاعها ده بيتقفل تماما، فدي مش في مصلحة أي حد تطلع. زي ما انتم شايفين احنا فكيناها وبالفعل ركبنا واحدة جديدة. هنخش جوه جوه الشقة نركب الجديد. شايفين اهو مركبين الجلد الالماني، دي حاجه محترمه جدا جدا مش معاها ووتر بروف ضد الميه تماما. زي ما انتم شايفين طبعا الحراره بشكل فظيع، بتعمل الحراره بشكل جامد جدا. طبعا بتعزل الخصوصيه. كل الكلام اللي انتم شايفينه دوت التانك زي ما انتم شايفين عباره عن مجموعه تانك معدن بالكامل عشان ضد الصدى عامه، والومنيوم بالكامل، حاجه بيور، حاجه محترمه طبعا. ولا فيما بعد ما تلاقيش مثلا الالومنيوم دي تبقى هشه او تخف سمكتها او الكلام ده كله، لان سبيكه الالومنيوم ذات نفسها جوده عاليه. تمام. زي فكره العيار الذهب 18 وعيار الذهب 21، فده ليه سعر اقل وده ليه سعر اقل، والاثنين اسمهم ذهب. تمام. هي الالومنيوم مش بالخف ولا بالطول، هي الفكره كلها في الماتيريال المكونه او المعدن بتاعه عباره عن ايه. طبعا الاكسسوار ده زي ما انتم شايفين حاجه محترمه جدا، بتعمل معاك سلوك الايه حركه. طبعا انا بشد بايه؟ بداية الشمال اللي هو اصلا انا مش اشوى ولا اي حاجه، بسيطه جدا كده. تمام. طبعا بعد ما ركبنا عزلنا فوم تمام عشان خاطر مفيش اي حاجه تنزل او اي حاجه تعدي، تراب، مطر، ايا كان، حشرات. بعد كده بعد ما عزلنا الفوم عزلنا سيليكون تماما، نوع سيليكون محترم ونوع فوم محترم جدا جدا، غير قابل للتآكل ولا غير قابل اللي هو مثلا يتفاعل مع الجو ولا حاجه ويحصل هشاشه او ينطف فيما بعد. مش جودة رديئة، مش اللي هو الصيني ولا الكلام ده كله، ما بتستخدمش حاجة صيني عامة. بص العزل عامل ازاي، مقفلين تماما، كان في عالي وواطي زي ما انتم شايفين كده، وقفلنا تماما. الحمد لله احنا تم التركيب زي ما انتم شايفين كده في حي الظهر. واول ما جينا طبعا احنا جينا ورينا العينة العميل وقطعها بالمقص، بعد كده حاول يقصها ويشد فيها، مفيش يعني هي بالفعل مقصوصه اهي بس ما تتحركش مني. تمام. هو نفس اللون نفس الجوده نفس الخامه كل حاجه، العينات بتجيلك وبتجرب بايدك وتشوف. هي مستحيل تتحرك مني لان جواها الياف من جوه وطبقتين جلد، طبقه خلفيه وطبقه اماميه، حاجه محترمه جدا جدا. ابعدوا عن اي منتج صيني، اي منتج مصري ابعدوا عنه. التانية دي بتركبها مره واحده وبتنساها تماما. اتمنى ان شاء الله الحمد لله رب العالمين الشغل يكون نال اعجاب، وتابعونا على القناه بامر الله، وبامر الله يا رب هتلاقوا في كل مره بننزل لكم حاجه جديده، حاجه محترمه جدا. السلام عليكم.